أعزائي الموجوعين والموجوعات، رمضان جميل بس بعد الصيام ساعات بتحس بإرهاق أو ضعف أو آلام في المفاصل والعضلات، والسبب نقص بعض العناصر الغذائية الأساسية. أنا دكتور محمد الجوهري جراح العظام، وهقول لك إزاي تعوض العناصر دي بسرعة واسترجاع لكامل طاقتك. من أهم العناصر اللي جسمك محتاجها بعد رمضان الكالسيوم وفيتامين د، مهمين جدا لعظام قوية، تلاقيهم في اللبن والجبنة والزبادي وصفار البيض. وكمان التعرض للشمس 15 دقيقة هيزود امتصاص فيتامين د من الجلد. المغنيسيوم كمان بيساعد على استرخاء العضلات وتقليل التشنجات، تلاقيه في حاجات زي الموز واللوز والافوكادو. كمان الاوميجا 3 مضاد التهاب طبيعي مهم للمفاصل، موجود في السمك الدوني زي السلمون والتونة، وممكن تاخده من زيت بذور الكتان. البروتين اساسي لاصلاح العضلات بعد فترة الصيام، ركز على مصادر زي اللحوم والفراخ والبيض والبقوليات. الجفاف ممكن يكون سبب آلام في المفاصل والعضلات، فاشرب على الأقل 2 لتر مية يوميا. ابدأ بتعديل نظامك الغذائي وهتحس بفرق كبير في صحتك وحركتك. ولو عندك أي مشاكل مستمرة في العظام أو المفاصل ما ترددش في زيارة الطبيب. ما تنساش تعمل لايك وشير لكلام في العظم عشان الفايدة توصل للجميع. مع السلامة.